قابل الطالبة بتاعته خارج البيت وكان بيعيش معاها أجمل أيام حياته رغم إنها متجوزة وهو عنده أطفال. مش بس كده، الفرق ما بينهم كان حوالي 14 سنة، واللي كشف جريمتهم كانت حاجة أغرب من الخيال. فيا ترى إيه اللي حصل وإيه اللي يوصل مدرس محترم إنه يرتكب جريمة بشعة زي دي؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. صلي على النبي ويلا بينا على طول نبدأ في القصة. القصة ابتدت في محافظة الإسكندرية في منطقة اسمها بكوس، مع طالبة في الثانوي اسمها صباح بتدرس في مدرسة هدى شعراوي. وكان معروف عن صباح إنها بنت جميلة وأخلاقها عالية جدا، لدرجة إنها كانت بتتحرج تتعرف على زمايلها سواء من البنات أو الولاد عشان ده ما يأثرش على دراستها. كانت شايفة إن العلاقات مجرد تضييع وقت، ودراستها وسكة أهلها أهم من أي حاجة في الدنيا. لغاية هنا حياتها طبيعية جدا زي أي بنت في سنها، ولكن اللي هيحصل بعد كده هيشقلب حياتها 180 درجة. فركز معايا قوي في اللي جاي. بتمر الايام وبتوصل صباح لسنه تالتة ثانوي، وقرروا اهلها وقتها يجيبوا لها مدرس خصوصي عشان يساعدها في ماده اللغه الانجليزيه، عشان الماده كانت صعبه شويه بالنسبه لها. بس ما كانوش يعرفوا ان المدرس ده هو اللي هيدمر حياتها. هنا يجي دور الطرف الثاني في القضيه، مستر خالد. كان مدرس انجليزي في مدرسه الثانوي ولسه منقول جديد، شخص محترم جدا ودايما بيحب يساعد الطلبه، وكان معروف عنه انه قريب منهم وبيفهم مشاكلهم. وكان عنده في الوقت ده حوالي 32 سنة، متجوز ومعاه 3 أطفال، ولد عنده 7 سنين وبنتين توأم عندهم 5 سنين. ورغم فرق السن الكبير جدا ما بينهم، نتفاجئ إن صباح وقعت في حب المستر خالد، وده من تصرفاته معاها واهتمامه بيها. ومش بس كده، لا دي كمان بدأت تلمح بحبها وتبين قد إيه إنها بتحبه. طبعا خالد كان فاهم إن دي فترة مراهقة، وطبيعي إن البنت في الوقت ده بتعجب بأي شخص بيعملها كويس. بس المفاجأة الأكبر إن مستر خالد بدأ يحبها هو كمان، وبدأ المدرس المحترم يقابل الطالبة بتاعته بره البيت ويقعدوا يتكلموا ويضحكوا، وكان دايما بيحاول ما يحسسهاش بفرق السن اللي بينهم. وعلى فكرة الصحافة كتبت عن القصة دي وسمتها الحب المحرم. خالد بدأ يقنعها إن هو مش حابب مراته، واللي رابطها بيه هو الأطفال مش أكتر. عشان كده هو بدأ يوهم صباح ان هو مستني بس السنة دي تخلص وتدخل الجامعة عشان يتقدم لها ويتجوزوا على طول. وبتمر الايام وبتظهر نتيجة الثانوية العامة، وصباح بتنجح بمجموع قليل جدا على عكس عادتها اللي دايما بتجيب درجات كبيرة، وده طبعا عشان انشغالها بالمستر خالد وكلامهم المستمر مع بعض. ورغم كده بتدخل كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، وزي اي بنت في سنها بيتقدم لها عريس قبل ما تبدأ دراستها في الجامعة. والعريس ده بقى يبقى ابن عمها جلال، محاسب كبير جدا في الخليج وشخص مؤهل انه يفتح بيت ويتجوز في اسرع وقت. صباح وقتها كانت محتارة جدا تعمل ايه، خصوصا انها من اهل الصعيد، وان من عادات الصعيد ان الابن العم لازم يتجوز او يخطب بنت عمه. وبعد تفكير كبير جدا بتقرر انها توافق، وفعلا عملوا خطوبة على الضيق. وجلال كان لازم يستنى صباح لما تتم السن القانوني 18 سنة، وبعد مدة قليلة جدا اتجوزوا هما الاتنين وعملوا فرح كبير جدا. لكن صباح من جواها ما كانتش مرتاحة، عشان كده قررت تطوع جوزها وتاخده على قد عقله، على امل انها تتجوز حبيبها خالد في يوم من الايام. وبتمر الايام وبتبدا صباح دراستها في الكليه، لكن كانت قبل ما تروح كليتها بتعدي على مستر خالد وبتحكي له عن مأساتها، عن زوج اتفرض عليها. والكارثه الاكبر ان جوزها قرر انه خلاص لازم يكون جنبها، وانه خلاص هيستقر في مصر، وده معناه انه هيفضل يراقبهم طول الوقت وهيكشف علاقتها بمستر خالد. وهنا بقى يبدأ المستر يفكر مع حبيبته، وبيقنعها ان مفيش حل غير انهم لازم يخلصوا من جلال، وانهم لازم يعملوا كده مهما كانت الظروف عشان يخلق لهم الجو من تاني مع بعض. في وقتها صباح كانت مقتنعة بالفكرة لأنها كانت بتفكر في نفس الجريمة، لكن اللي كان معطلها بس الطريقة اللي تتخلص منه بيها، بس من غير ما حد يعرف إن هي اللي عملت كده. وهنا يجي سؤال مهم جدا، هل فعلا جواز القرايب صح للبنت وسترة ليها، ولا الأفضل إن البنت تبقى مقتنعة بالشخص اللي تتجوزه؟ اكتب لنا رأيك بقى في التعليقات تحت. المهم قبل ما يعدي 4 شهور من جواز صباح من جلال، بتكون عملت الخطة اللي مستحيل حد يكشفها ولا يشك فيها. والخطة بتبتدي من بالليل لما جلال جوزها بيدخل أوضة النوم عشان ينام. فلما صباح اتأكدت انه خلاص نام، بتروح تفتح باب الشقة لحبيبها خالد، اللي بيدخل الشقة بسرعة من غير ما جوزها يحس بأي حاجة. بيفضل وقتها خالد مستخبي في أوضة الضيوف لغاية الصبح، ولما الساعة بتوصل 7 صباحا بالظبط بتخرج صباح من شقتها عشان تروح جامعتها. وقتها بتسيب جلال جوزها رايح في 7 نومة،
بس ما كانش لوحده في البيت، كان المستر خالد حبيبها موجود في الشقة عشان ينفذ الجزء الأهم في الخطة. المهم وقتها لما بتنزل صباح من الشقة، خالد بيسمع صوت الباب وهو بيتقفل. وقتها بيطلع من مكانه اللي كان مستخبي فيه، وتحديدا أوضة الضيوف. بيروح خالد على الأوضة اللي نايم فيها جلال بسلاح أبيض كان ماسكه في إيده، وقتها بينهال عليه بالطعنات أكتر من 20 طعنة في أماكن متفرقة، وده اللي حدده بالظبط تقرير الطب الشرعي. وبيموت جلال على إيد المستر خالد اللي عمره ما شافه قبل كده ولا حتى يعرفه. وبعد ما بيتأكد خالد من موت جلال، وقتها بيروح يفتح الدولاب اللي في أوضة النوم عشان ياخد منه شنطة صغيرة، وحط جوه الشنطة دي كمية كبيرة من الفلوس والمشغولات الذهبية. وبعد كده بيفرغ محتويات الشقة وبيوقع أجزاء من الذهب على الأرض عشان يعني تبان الجريمة انها تمت بدافع السرقة. بعدها بيزيل اثار دم القتيل من على ايده وهدومه بسرعة، وبعد كده بيهرب من الشقة قبل ما حد من الجيران يلاحظ وجوده، وبياخد كل المسروقات اللي اخدها معاه في الشنطة. وبعد كده بترجع صباح من كليتها في ميعادها بعد ما خلصت محاضراتها عشان خاطر تكمل الجزء الثالث والاهم من الخطة اللي كانوا محضرينها. صباح اول ما بتدخل الشقة وبتتفاجئ بالمنظر اللي موجود في شقتها، بتدخل جري على اوضة النوم عشان تطمن على جلال جوزها، لكنها بتتصدم صدمة عمرها اول ما بتشوفه مقتول على السرير والدنيا غرقانه دم. طبعا بعدها بتكمل خطتها صراخ ولطم، وبتصرخ باعلى صوتها وتقول سرقوا الشقه وقتلوا جوزي. وبسرعه الجيران يتجمعوا على باب شقه صباح، ولما بيعرفوا منها اللي حصل على طول بيبلغوا الشرطه. وبعد شويه وقت بيوصل ضباط مباحث اسم الرمل لمكان الحادث، وبعد المعاينه الظاهريه لجثه القتيل وبعد معاينه الشقه ورفع البصمات بتبان ان الجريمه تمت بدافع السرقه. لكن كان السؤال هنا هو ازاي المجرم دخل الشقه، لأن وقتها كانت كل الشبابيك والأبواب سليمة، وده معناه إن المجرم دخل الشقة بطريقة طبيعية جدا من الباب. وده بيودينا للسؤال الأهم، إزاي دخل الحرامي من باب الشقة إلا إذا كان معاه مفتاح، أو مثلا حد فتح له عشان ينفذ جريمته البشعة دي. من غيرها كان قريب من القتيل، دي مراته وسره معاها برضه. وبتبدأ الشرطة باستجواب صباح اللي كانت بتأكد إنها كانت في كليتها وقت ارتكاب الجريمة، وإن في أكتر من شاهد يشهدوا بكده، وأكيد طبعا دول هيبقوا زمايلها اللي ركبت معاهم الأتوبيس الصبح، وده عشان خاطر يلحقوا محاضرة القانون. والكلام ده كان الساعة 8:30، وكان المعروف عن دكتور المادة دي إنه ما بيدخلش أي طالب المحاضرة بعديه. وفعلا بتثبت صباح وقتها إنها ملهاش أي علاقة بارتكاب الجريمة، عشان كده بيتم إخلاء سبيلها من اسم الشرطة، وده بعد الإدلاء بأقوالها في محضر رسمي. ولأن في الوقت ده ما كانش فيه تقنيات كاميرات المراقبة، عشان كده كان صعب الوصول للجاني. وبعد فترة بتقرر النيابة حفظ القضية باعتبارها ضد مجهول مؤقتا، لكن في نفس الوقت بتطلب مضاعفة التحريات للوصول لمرتكب الجريمة. ساعتها أول ما بتعرف صباح بإن القضية اتحفظت في النيابة بتحس بالأمان، لأنها افتكرت إن كده خلاص القضية انتهت. بذكائها ومكرها قدرت إنها تخطط لارتكاب الجريمة الكاملة، او هي كانت فاكره كده، وده اللي الشرطه كانت عايزه توصل له، لان كل الشكوك بتدور حوالين الزوجه لكن من غير اي دليل. عشان كده الشرطه هي كمان بتفكر بمكر، بمعنى ان لو الزوجه اطمنت وحست ان القضيه خلاص اتقفلت، فاكيد هتغلط الغلطه اللي هتكون فيها نهايتها ومفتاح القضيه. وفعلا اللي بتتوقعه الشرطة بيحصل، لأن صباح لما اطمنت إن القضية خلاص اتقفلت بدأت تعيش حياتها بشكل طبيعي مرة تانية، وبدأت كمان تقابل حبيبها من غير أي خوف أو حذر، لأنها ما كانتش تعرف إن الشرطة بتراقبها، وكمان بتعد عليها كل خطواتها طول ال 24 ساعة. والشرطة من خلال مراقبة صباح بتكتشف علاقتها بخالد، وهنا بقى بتقدر الشرطة تاخد إذن من النيابة، وبتقبض على صباح وعلى عشيقها خالد بتهمة التخلص من جوزها. وطبعا السبب كان علاقة الحب اللي ما بينهم، وأكبر دليل على انهم هم اللي ارتكبوا الجريمه انهم بداوا يتقابلوا بعد حفظ القضيه على طول، على الرغم ان ما كانش في اي علاقه ما بينهم طول فتره التحقيق واللي استمرت لاكتر من شهرين كاملين. وده معناه ان المجرم دايما بيسيب وراه خيط صغير زي طرف خيط بيوقعه مهما كان جريمته كامله، وبيتم القبض عليهم واحتجازهم في اسم الشرطة بمعرفة النيابة. لكن ما كانش في دليل واحد منطقي يثبت ارتكابهم للجريمة، لأن خالد وقتها ما سابش أي أثر وراه، حتى ما كانش في بصمة واحدة تدينه في مسرح الجريمة، وكان عامل حسابه لابس جوانتي في إيده. ومع استمرار حجزهم في الاسم واستمرار التحقيق معاهم كان فعلا مفيش أي دليل يدينهم حتى علاقتهم ببعض، عشان كده بيصدر امر من النيابه باخلاء سبيلهم. بس قبل ما يوصل قرار الافراج من النيابه لاسم الشرطه كان قاعد المستر خالد في الحجز، وساعتها شطان وزه انه يكتب جواب لحبيبته صباح بيقول لها تجمد ما تضعفش، لان مفيش دليل واحد ضدهم على ارتكاب الجريمه. وفعلا بيكتب الجواب وبعدها بينادي على العسكري اللي واقف على باب الحجز، وبعدها بيديله فلوس وبيطلب منه انه يوصل الجواب ده لصباح، والمتهمة معاه في نفس القضية ومحبوسة في سجن النساء. وفعلا بياخد منه العسكري الفلوس والجواب، ولكنه ما بيروحش بالجواب على حجز النساء، لا ده بيطلع بيه على مكتب رئيس المباحث، اللي أول ما بيقرأ الجواب وقتها بيحس براحة، وهو بيقول كتب دليل جريمته بإيده. ده كان خلاص قرار إخلاء سبيلهم من النيابة على وصول.
وبكده كانت القضية انتهت، وبسرعة بيتم تحويل المجرمين للنيابة ومعاهم دليل إدانتهم، واللي خالد كان كاتبه بخط إيده وبإرادته الكاملة. في البداية كان بيحاول ينكر إن هو اللي كتب الجواب، وشوية كان بيقول إن ضابط المباحث هو اللي أجبره إنه يكتب الجواب ده غصب عنه، لكن وقتها صباح ما استحملتش غبائه ده، فبتحاول إنها تطلع نفسها بريئة. عشان كده بتعترف إن هو اللي قام بارتكاب جريمة القتل لوحده، وإن كان دورها في الجريمة يعني إنها سهلت له دخول الشقة. بعد كده بقى اعترافات تفصيلية منهم هما الاتنين لتمثيل الجريمة، وبيتم تحويلهم هما الاتنين للمحكمة. جنايات الإسكندرية بتصدر الحكم النهائي على خالد وصباح، واتحكم على خالد بالإعدام، أما صباح فاتحكم عليها بالأشغال الشقة المؤبدة، لأن المحكمة رأت سنها الصغير وقت ارتكاب الجريمة، كانت يدوب عندها 18 سنة وشهرين بالظبط. ولحد هنا بتنتهي قصتنا. القضية اتحكم فيها واتقفل الملف، لكن الناس لحد النهاردة بتسأل، هل ده كان حب فعلا ولا كان ضعف؟ هل الظروف تبرر الغلط ولا مفيش أي مبرر؟ ما تنسوش تكتبولي رأيكم تحت في الكومنتات، هل البنت فعلا مجرمة ولا كانت ضحية؟ واستنوني في حلقات جاية كتير، ويا رب تكونوا دايما بخير وتصبحوا على خير.